نعود إلى الشأن التونسي. طبعا هنا بالنسبة لك البورجيه متنفس، لأن تونس الكثير من السياسة. متى هذا التغيير الوزاري؟ في وقته مش يجي، معناها في وقته ان شاء الله. قاعدين ندرسوا الموضوع كما سبقت وبينته في بيان اللي قدمناه بمناسبه مناقشه ميزانيه الدوله يعني بعد اسبوعين 2016 تقريبا. يمكن نكملوا الميزانيه وقت نبداو نخموا. الحبيب السيد راضي على اداء العديد من الوزراء؟ فما راضين عليهم كليا، ثم نصف راضين عليهم، وثم حتى البعض منها غير راضين عليهم، وهذا باش يقع تقييم بالطبع منها موضوعي على اسس منها علميه، وبالطبع انا مسؤول على الموضوع هذا، وناخذ القرارات اللازمه منها في الوقت اللازم. طيب الوقت اللازم يعني بعد اسبوعين، لا؟ هذا هو ان شاء الله. واتخذ قرار. كان الحبيب السيد فكر في الوزراء وفكر في التعديلات، ولكن لا يريد. مازلنا نفكروا. ثم عده عناصر هامه ذكرتها في مجلس نواب الشعب، معناها باش يقع منها اخذها بعين الاعتبار، خاصه التقليل من العدد نتاع اعضاء الحكومه معناها. ثم عده اهتمامات خاصه بمجالات خصوصيه يلزم انها يقع التركيز عليها، وما كانش مركز عليها كما غيره. سبقت بينت في بيان الحكومه لمجلس نواب الشعب اللي لقيته يوم 4 فبراير 2015. الحكومه هذه الوزارات هذه مش يقع مراجعتها منها بعد مده معينه.